ها بقى يا استاذ سمير، بتشتكي من ايه؟ بصراحة يا دكتور، أنا عندي فوبيا من حاجات غريبة. حاجه غريبه؟ زي ايه يعني؟ الريموت شكله بيكون غريب وهو مقلوب. مقلوب؟ يا دكتور. لا مؤاخذه، كمل. شكله غريب ازاي؟ بتحس انه هيأذيك؟ أيوه. الريموت هيأذيك؟ هيعمل لك ميوت ولا ايه؟ إزيك؟ احنا هنا بنحاول نفهم، أو على الأقل. نبين ان احنا فاهمين. ودلوقتي هنحاول نفهم. الفوبيا. الفوبيا هي الخوف. بس هل بقى هي اي خوف؟ لا طبعا، بس هي خوف مبالغ فيه. بيوصل لدرجه المرض؟ ممكن تتولد بيها وممكن تجيلك نتيجة تعرضك لصدمة معينة. طب ايه شعور اللي عنده فوبيا لما يتعرض للحاجه دي؟ لما الشخص اللي عنده فوبيا يتعرض لمصدر الخوف، بيحصل تفاعل سريع في المخ، وده اللي بيخليه يحس بكل الأعراض دي. خليني ابسط لك اللي بيحصل. في منطقة في المخ اسمها الأميجدالا، ودي مسؤوله عن معالجه المشاعر، خصوصا الخوف. لما تشوف وتسمع او حتى تفكر في الشيء اللي بتخاف منه، المنطقه دي بتشتغل فورا وبتعمل فزع في الجسم كله، كانك في خطر مميت. بعد كده تبعت اشاره للجهاز العصبي، فالجهاز العصبي طبعا يشغل استجابه الطوارئ، ضربات القلب تزيد، النفس يزيد، والدم يوصل للعضلات اسرع علشان تكون جاهز تهرب او تواجه الخطر ده. طيب لحد دلوقتي ايه المشكله بقى؟ المشكله ان في حاله الفوبيا المنطقه دي هتشتغل بسرعه جدا، تتجاهل المنطق. يعني لو عقلك عارف ان الحاجه دي مش خطر فعلا، جسمك بيصدق انها نهايه العالم. يعني الفوبيا مش ضعف شخصيه، ده خلل في طريقه تعامل المخ مع المشكله. طيب هل الفوبيا دي ممكن تكون حاجه عاديه يعني؟ مش شرط اكيد. بريطانيا في التسعينات كان في شخص عنده فوبيا من الجبنه. ومش اي جبنه بقى، ده الجبنه السويسري. ايوه، هي اللي فيها فتحات دي. فبيحكي ويقول ان اول ما يشوف الجبنه دي بيحس انه بينهار. الخلاصه من الموضوع ان الفوبيا ملهاش منطق، بس المفيد في القصه مش تقليل من حالته، بالعكس ده بيساعدنا نفهم ان اي شخص ممكن يكون عنده فوبيا من اي حاجه مش شرط منطقيه. فلو عندك فوبيا من حاجه غريبه ما تقلقش او اقلق عادي. لا بنهزر طبعا، لان الحاجات دي بالممارسه تاثيرها بيقل. وزي ما قال نجيب محفوظ، وزي ما قال عمك نجيب محفوظ، الخوف لا يمنع الموت ولكنه يمنع الحياه. وبس كده. لو الفيديو حلو يبقى ده ستر ربنا، ولو الفيديو وحش يبقى اللي جاي احسن.